السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الاسد حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي لأول مرة بيشرفوني كده، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو حبايب، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. انت ما شاء الله هتجني الخير. انت كنت محتاج الرزق ده الفترة اللي فاتت دي، انت عانيت كتير ومحدش كان حاسس بيك ولا اللي بيدور معاك. الفترة دي فيها جني خير، انت عندك باب مفتوح لك وفي رزق وتوفيق من عند رب العالمين. في عندك فرصة حلوة وجاية لك، والفرصة دي بتخص عملك وناجح في شغلك. عندك كمان اشخاص حواليك واقفين معاك، آه في منهم طاقة ايجابية ليك، في فرحة مع الأشخاص دي، مع إنك زعلان ومش مبسوط. واللي مزعلك الحبيب، تأثيره معاك وإهماله ليك، ودايما بيسيء الظن فيك. دايما انت بتعديله حاجات كتيرة. دايما الشريك معاك بيتلكك لك على حاجات تافهة، ودايما مشاكله كده تافهة ومشاكله كتيرة. انت تعبت منه وعديت مواقف كتيرة، مواقف صعبة ما تعداش، انت بتيجي عن نفسك وبتعديها في سبيل حبك ليه، وده هو مش بيقدره. في كلام وجعك منه، وكمان هو بيعتذر على الكلام اللي يزعلك منه، جايلك اعتذار جايلك منه. انت بتاخد رأي الناس اللي موجودة حواليك، لكن الناس دي بتاخد رأيهم في امورك في وضعك. بلاش تسمع رأيهم، لان الاشخاص دي دايما بيوجهوك التوجيه الغلط. في ناس كويسة معاك وتوجيههم صح، وفي ناس تانية مسافة ما بتقول لهم على اي شيء انت عايز تاخده او اي طريق انت عايز تمشي فيه، دايما بيخوفوك، بيقلقلوك. في عندك اوراق مهمة الفترة الجاية انت هتنجزها، وكمان هتتم موافقة على امضى على حاجة انت مستنيها. يعني لو انت مستني موافقة في شغل في سفر، المهم ان في عندك اتمام في ورق يخصك، والورق ده هيكون مهم جدا بالنسبة لك. ان شاء الله امورك هتكون فيها تسهيل مع اتمام الورق ده. في اشخاص قريبة منك وفي خلافات، في عدم تفاهم، ومركزين معاك جدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت عندك طريق انت هتمشي فيه الفترة الجاية دي، وخلال خطوتين الطريق ده انت هتبدأ تجني منه الخير. يعني الفترة الجاية دي الطريق اللي انت ماشي فيه او المشوار اللي انت هتمشي فيه هتجني منه خير حلو جدا. انت بتتقدم، بتطلع من محن كتيرة. انت الفترة الجاية هيعلى من شأنك، رغم الشيلة والحمل تقيل جدا، وكل مدى حاسس الدنيا مش ماشية. يعني انت حاسس ان الحمل تقيل، وكل مدى تقول الحمل هيخف، بتلاقي الحمل بيزيد ويكتر اكتر واكتر. بس انت قدها قدها وقد اي حمل. خلال الفترة الجاية هيكون عندك انتقالة حلوة من مكان لمكان، وده هيفرق معاك. انت الفترة الجاية هيكون عندك في شخص انت بتحبه ومتعلق بيه واقف، لكن هو عنده ظروف كتيرة مخلية الدنيا معاك صعبة. في حب من الطرفين، لكن الشخص ده عنده مسؤولية أسرة، عنده حمل تقيل، هو شايل المسؤولية كمان. رغم كده دايما في حب ليك، والحب متبادل بينكم، وطاقة شعلة بينكم. انت عندك في رجوع حق، عندك حق راجع بعد ظلم خد فترة كتيرة وشهور. ربنا هينصرك على الظالم اللي وجعك.
لان انت دايما بتقول يا رب، فعندك نصرة الفترة الجاية من شخص ظلمك وجي عليك كتير. انت فقدت حاجة من فترة، ولكن ربنا بيعوضك وهيعوضك الفترة الجاية وافضل، وخلال ايام قليلة جدا ربنا هيعوضك بالحاجة اللي افضل منها. عندك في رجوع حبيب، عندك رجوع حبيب خلال الايام الجاية دي، وبإذن رب العالمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس عندكم كمان أبراج نارية في تواصل بينكم زي الحمل والأسد والقوس، وكمان عندك قرب ورجوع مع الأبراج الترابية. عندك في استشفاء من تعب انت كنت بتعاني منه الفترة اللي فاتت دي. في منكم حاسين بالإرهاق شديد ودوخة، وكان الضغط عليكم تقيل، وكان في قلق، واقل حاجة كانت قلقاكوا، والصداع المستمر. الدايرة اللي انت فيها تعبان فيها، يعني انت موجود في دايرة متعبة مع اشخاص متعبين، ولا هم زيك ولا شبهك، ونفسك تخرج من المكان اللي انت فيه، بس انت مش عارف تخرج من المكان ده، لان المكان ده خلاص انت حاولت فيه كتير وصبرت لغاية انت صبرك خلاص نفذ. انت عايز تخرج من المكان ده بأي طريقة. المكان ده وعتبة المكان اللي انت فيه، عتبة البيت اللي انت فيه او البوابة ديت فيها اذى ليك انت، معمول ليك انت بالمشاكل، وقف الحال ومشاكل السحر اللي عتبتك. النقلة ليك او العتبة التانية لو انت نقلتها امورك هتكون افضل بكتير، وهيكون في تيسير. انت انت بتاخد الكلام محمل الجد في حاجات كتيرة. انتوا دايما بتبكوا وزعلانين من تأثير الناس اللي حواليكوا، ان انتوا اديتولهم اهتمام وحب وتقدير، وما لقيتش منهم غير سوء التقدير وسوء الفهم ليكوا. ودايما يتعمدوا ان هم يضايقوكوا يزعلوكوا. ناس انتوا بتحبوهم لكن بيتعمدوا الحاجة اللي انت بتزعلك بيعملوها. حتى الحبيب انتوا حاولتوا وصبرتوا على امل ان هو يكون في تغيير، لكن ما بتغيرش غير الاسوأ. فانتوا خلاص ونفذ الصبر، حتى منكم ناويين ان يدوا ظهركم للشخص اللي انتوا بتحبوه. انت تحاول تفكر بعقلك، وعايز تركن قلبك مع حبيبك، لان حبيب بقى اكتر شخص تعبك واكتر شخص وجعك، وفوق الوجع اللي انت فيها والمشاكل بيحسدوكوا كمان. يعني انت فيك اللي مكفيك، وبرضو العين عليك مركزة ومركزة عليك وعلى بيتك. لا اله الا انت سبحانك. انت بتخلص من حاجة كان حمل من احمال كان عليك. يعني انت بتسد شيء الفترة دي، ان شاء الله هتسدد ديون، هتسدد اقساط، هتسدد اشياء كتيرة الفترة الجاية، لان في خير جاي لك، في فلوس ورزق جاي لك. لكن خليك كده كتاب مقفول على ما حواليك في المكان اللي انت فيه، لان انت صريح وواضح مع ناس منافقة، مع ناس حقودة. بلاش يكون عندك الوضوح والصراحة في امورك. وحاول تداري بقى على شمعتك، لان العيون مركزة قوي، وانت اصلا نجمك خفيف، واقل حاجة بتوجعك واقل حاجة بتيجي عليك وبتستقبل الطاقة السلبية. يعني العين عليك وانت بتستقبل العين كتيرة، يعني العين كده راشقة جوه حياتك. 3 اشخاص في عينيهم صعب عليك وبيدوك الطاقة السلبية. حاول ان انت تتفادى الطاقة السلبية دي من كلام في شغلك، في امورك، في اي حاجة انت ناوي تمشي فيها او تاخد خطوة، لان انت الامور بتقف معاك. في عندك سكة انت ماشيها، وان شاء الله هتكون في اخرها نجاح وتوفيق بإذن الله. انت بتقول يا رب وبتسعى، وربنا هيرضيك وهيرضيك الفترة الجاية اكتر واكتر، لان انت تعبت واتأذيت كتير، وشفت ايام محدش يقدر يتحملها. دايما افترى عليك وكلام مش انت فيك،
انت بتديهم ظهرك والكلام بينزل عليك زي السيوف. عشان كده انت نفسك تبعد المكان ده النهارده قبل بكره. ان شاء الله ربنا يفرج عليك. في منكم عنده نقلة وعندك مكان انت كده هيسهل لك ببيت، بحاجة، مكان انت هيكون بتاعك انت، مختص بيك انت، بعيد عن الناس اللي بتلف وبتدور واللي فيها الكذب والنفاق. انت في دايرة صعبة، بس الدايرة دي انت هتخرج منها. على قد ما هي كانت متعبة ومؤلمة الفترة اللي فاتت، بس اديتك قوة، خليتك تعتمد على نفسك.